مرحبا، طلع عبالي اليوم أعمل فيديو. هيدا الشي كتير من الناس بيقطعوا فيه. إنه بحسوا حالهم منن حلوين، أو إذا حدا قالن مثلا قارنن بحدا من العيلة مثلا أو شي، حسوا حالهم أقل جمال أو ما كان عندهم ثقة بحالهم، وناطرين انه الناس تعطيهم اهمية، تقلن انه هن حلوين او يعملوا اي شي كرمال يصيروا حلوين. ومنشوف كمان عمليات التجميل صايرة، يعني شي مش طبيعي كتير. وصار الواحد كتير بيعمل شوبينج وميك اب، صار في مساحيق ربنا ما خلقنا منحط نحنا مساحيق او منلون شعر. صرنا كتير عم نغير بشكلنا. هلا انا قبل ما صلي هيك اكيد كنت قلت لكم بدكم تعبدوا حالكم، تعشقوا حالكم، تألهوا حالكم. وهيدي الفترة انا قطعت فيها، وهيدا الشي بينقلب ضدكم، لانه هودي خطايا. يعني عبادة حدا غير ربنا هو خطية. بس لما الشخص يصير يصلي ما بيعود يهمه رأي الناس. يعني ما بيعود يتأثر مثل قبل، لأنه هو عم ياخد شبعه من عند ربنا، يعني من عند الخالق. يعني هو خلق لي هيك شكلي. في أشخاص أقل جمال، في أشخاص متوسطين، في أشخاص كتير حلوين. بس الإنسان كمان معرض ينصح كتير، معرض يمرض ويضعف كتير، معرض يكبر بالعمر. ربنا خلقنا أنه منكبر بالعمر، ومعرض أنه يصير معه مثلا تشوه، حادث. وكمان ممكن يعني ما يكون مثلا بشرته ما تكون كتير نظيفة، سنانه مش كتير نضاف، عنده ريحة. ربنا خلق هيك تما حدا يقرب زيادة عن اللزوم عن التاني. كمان فكروا فيها، يعني في قصص ربنا حمانا فيها. وهلأ كمان غلاء المعيشة ما عاد الواحد يقدر يشتري تياب يظبط حاله يساوي شعره كتير. أنا شخص كتير طبيعي على فكرة كتير، وما بيهمني الشكل، ما بظهره. لأنه في أشخاص تلتهي بالشكل على الفاضي، وفي أشخاص بيحبوا أشخاص على شكلهم. يعني هودي عندهم صغر نفس. كل ما الإنسان يتقرب من ربه ينمى روحيا ما بيعود يركز بشي، ما بيعود يتأثر لو حدا قالوا له انت منك حلو او تمسخروا عليه او ريحتك طالعة او اي شي. الإنسان بيحسن بحاله قد ما فيه، بس مش يتهودس بهيدا الشي، يصير عنده هوس. لأنه هيدا الشي بيأثر عليه وبيضيع له وقته. الشيطان هيك بده يضيع لنا وقتنا، نظبط حالنا زيادة عن اللزوم، نروح نشتري، نصرف مصاري، بزغ، تعظم المعيشة. هيدي خطية. هو هيك الشيطان بده يفرق بين الأشخاص. دايما ضلكن خدوا مسافة بينكن وبين العالم، ما تركزوا فيهم، كبروا بالرب توصلوا لمرحلة وما تعودوا تتأثروا بولا كلام، ومش ناطرين حدا يقويلكن معنوياتكم. وفي أشخاص ربنا بعتها بحبوكم مثل ما انتو وبشعين وناصحين وضعاف وبدكن اياه. لو ختيرتوا بأسوأ حالاتكن هن بحبوكن. ربنا هيك بحبنا كمان، بحبنا كتير. هو صنعنا. فما تضيعوا وقتكم بقى بهذا التفكير. ما تنطروا تاخدوا ثقتكم من حدا على وجه الكرة الأرضية، خدوها من عند الرب، تسلحوا فيه وبتكبروا. ما بتقعدوا تفكروا مثل الإنسان الناس الأرضية.